النهارده بقى معانا شاورما الفراخ بالطعم الاصلي، ولا ابو حيدر بقى ولا مطعم سوري. هنعملها في البيت بعد كده على طول، مش هتاخد مننا على النار اكتر من دقيقتين. طعمها هايل جدا. تعالوا نشوف مع بعض الطريقه. اول حاجه معايا وراك فراخ كده مخليه ومتقطعه شرايح صغيره. طبعا ممكن تعملوها بالصدور، بس هي اصلا بتتعمل بالوراك عشان بتستوي بسرعه. ومعانا فلفلايه خضراء متقطعه مكعبات، وطماطمايه متقطعه مكعبات. والسر بقى بتاع المحلات الدهنه بتاعه الخروف او الليه بنقطعها مكعبات صغيره كده. طبعا مفيش محل بيعمل شاورما بيحطهاش في الاكل. والبهارات معانا نص معلقه من توابل الفراخ، ونص معلقه من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا، والملح طبعا حسب رغبتكم، والفلفل الاسود ممكن تحطوا رشه شطه كده. عندي بقى هنا في طاسه كده على النار معلقه سمنه صغيره، وهحط فيها الليه كده واقلب بقى لحد ما الليه تدوب شويه كده. انا هخليها على نار متوسطه علشان الليه ما تتلسعش معانا. هنزل بقى الفراخ كده. طبعا بعد ما نسمع الطشه دي نتاكد ان احنا كده 100. هنبدا بقى نقلبهم كده مع بعض، نقلب كده بس الفراخ في الليه، ونضيف بقى بعد كده الفلفل والطماطم، ونبدأ بقى نقلبهم كويس. هنفضل بقى نقلبها على السريع كده، وطبعا النار حامية والريحة بقت تحفة. بصوا النار، ما تخافوش كملوا. هنضيف بقى التوابل، ونفضل برضو نقلب مع التقليب المستمر. هي مش هتاخد مننا على النار اكتر من دقيقتين بالظبط. اهم حاجة ان احنا نقلبها كويس ونخلط كده التوابل مع الفلفل والطماطم، وطبعا السر بتاعنا اللية او الدهنة بتاعت الخروف يعني. بصوا، مش قادرة اقول لكم على الريحة، تجنن تجنن تجنن، كأننا واقفين قدام سيخ شاورما كده. خلاص هي تقريبا كده بقت جاهزة معانا. احنا هنقطعها كده عشان نشوفها، وهتتقطع معانا طبعا بكل سهولة. هنقفل عليها بقى النار. بقى معانا احلى شاورما تحفة طبعا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لنا اشتراك في قناة لايف من مطبخ لولو، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وشكرا على متابعتكم.